طيب احنا هنا في شارع النوادي وده الحي الرابع، وكنا صورنا الحي الرابع. ده نادي الشرطة والنادي الاهلي جاي اهو على يمنا. شارع النوادي بدأ يوسع جدا، هم عملوا حارة فعلا فيه، ولسه الحارة التانية هتتجهز بحيث ان هو يكون شارع عريض وكبير جدا ان شاء الله. مبدئيا خلينا بقى ندخل ونشوف الحي الخامس، وهنخش اول حاجة طلبت الفاصل ما بين الخامس والسابع، وده اللي احنا هنصوره دلوقتي. وهندخل في الشارع اللي هو العمودي او الفاصل اللي بيسموه الاي بي سي، اللي هو محور بن زايد الشمالي الخاص بالتجمع الخامس، واللي هو ما بين السادس والرابع وما بين الخامس والسابع. بدأنا ندي اشاره وهندخل الشارع ده دلوقتي، والله كريم ان شاء الله. عشان اوريكم الفاصل وبعد كده نخش بقيه الحروف. حاول قدر المستطاع ننجز الفيديوهات ديت عشان نوريها لكم ان شاء الله. ده الشارع الفاصل اهوت ما بين الرابع والسادس، هو ده اللي بيكملنا لحد ما نخش ما بين الخامس والسابع زي ما احنا على طول كده. فهقفل الفيديو ونكمل على طول. احنا هنا في الفيزون وبنعدي دلوقتي الفيزون عشان نبدأ الفاصل ما بين السابع والخامس. اللي على ايدينا الشمال دوت الحي الخامس، واللي على ايدينا اليمين دوت الحي السابع. طيب اول منطقة هتقابلنا في الفاصل ما بين السابع والخامس منطقة كي. اول منطقة هتقابلنا منطقة كي، دي اول منطقة هتقابلنا في الفاصل. بعديها هيقابلنا منطقة اي. مطلوب مني حاجة في الكي ومطلوب مني حاجة في الاي، بس خلينا نشوف كده سريعا هنخش الحاجات دي ازاي. ده كل ده الفيزون، وهنا اللي على ايدينا اليمين ده بيبدأ الحي السابع. الحي السابع على ايدينا اليمين بيبدأ حرف الاف، يبقى حرف الاف اللي بيبدأ على ايدينا اليمين دوت. لكن خلينا في الفاصل ما بين الخامس والسابع لانها بتصور الخامس. اللي على شمالنا ده حرف الكي يا جماعه، اللي على شمالنا ده حرف الكي. القطعه اللي مبنيه دي تقريبا هتبقى 159 او 158 كيلو. المبنيه دي 158 كي تقريبا، وهكذا. قطعه مبنيه في كشك الكهرباء ديت. القطعه اللي قبل كشك الكهرباء 155، واللي بعد كشك الكهرباء 154 كي. خلينا نكمل الفاصل كله عشان نخش نصور لكم القطع وما نضيعش وقتنا الا في القطع المحدده بصراحه لقله طلبت مننا. الحي السابع الحرف الثاني اي، وبعد كده بيبدا حرف الاي في الحي الخامس، يبقى بعد الكي الاي. ده كده حرف الاي، حتى مكتوب اهي قطعه 16 اي، وهكذا. بعد حرف الاي بيبدأ حرف الجي، جوجل. كل ده الفاصل. حرف الجي هيبدأ حالا، ده كده يعتبر حرف الجي. ده حرف الجي جوجل في الحي الخامس. ده الفاصل يا جماعة. بعد حرف الجي بيبدأ حرف الاف. طيب حرف الجي قصاده حرف الاي في الحي السابع. ده حرف الاي في الحي السابع. حرف الاي في الحي السابع طويل، واخد حرف الجي وحرف الاف. طيب اهي 104 جي، تمام. بعد حرف الجي بيبدأ حرف الاف. كده احنا بدأنا في اف 96 اف، وهكذا اهو. كده حرف الاف. يبقى احنا كده خدنا الفاصل اللي ما بين الخامس وما بين السابع بحروفه. حتت صفريه اهيت. في وشنا ده ان شاء الله هنصوره الاوركيد، وادي حرف الايه في الحي السابع. الاوركيد بدأ فيه مباني، يعني اخر مره صورت ما كانش الكلام ده موجود في الاوركيد، فالاوركيد واضح ان هو بدأ فيه شغل ومباني بالفعل، وهيبقى له شأن السنه الجايه تبقى فيه مباني كتير اتبنت فيه. طيب بعد كده هنخش هنشوف ده اللي في وشنا ده بالم هيلز. اللي في وشنا ده ايه؟ بالم هيلز. اوكي. طيب حرف الاف بيخش معانا على الحد الشرقي. احنا طالعين ماشيين على الحد الجنوبي. حرف الاف بيمشي معانا على الحد الشرقي
مطلوب مننا قطعتين في حرف الاف، وبعد كده حرف الاي، بعدها يبدا حرف الاي. بس انا هبدا بدي علشان اتطلبت مني كتير قوي، فاخش اصور 3 دي ونكمل من جوه. ده كده حرف الاي وحرف الدي. هندخل حالا على مدخل يدخلنا ما بين الحروف وبعضها، نخش الحي الخامس ونبدا نشوف الدنيا. طيب ده كده اعتقد الفاصل ما بين الاي والدي، الفاصل ما بين حرف الاي وحرف الدي. يلا بينا ندخل ونصور ونشوف الدنيا ايه ان شاء الله. يا صالح الحال يا رب، يا صالح الحال يا رب. طيب الاي والدي هنشوفها وهنبدا نكمل الفيديوهات. القطعتين اللي احنا دخلنا عليهم دولت، القطعه الناصيه دي قطعه 89، القطعه الناصيه اللي مش مبنيه دي 89، القطعه اللي مبنيه دي اللي جنبها 90، اللي مبنيه دي 90 دي. اوكي احنا رايحين نصور كام؟ 3 دي. يلا بينا. طب الاي هي اللي جنبنا دي، احنا مطلوب مننا كام ايه بالمره بقى؟ 10 ايه، 10 ايه، 10 ايه اهي، 10 ايه اهي قدرا بقى. يلا طالما احنا جينا هنا يبقى نصور 10 ايه. 10 ايه هي القطعه دي، ماشي؟ هي القطعه دي، دي قطعه 10 ايه عشان تبقوا عارفين. دي قطعه 10 ايه. هو فوق شكله مقفول ولا ايه؟ نكمل ونشوف ولا هنلاقيها مقفوله. طيب يبقى دي قطعه 10 ايه ما فيهاش لسه اي شغل، قصادها قطعه رقم 83 دي. طب عندنا ايه تاني في ايه؟ عندنا ايه تاني في ايه؟ عندنا قطعه 56، 56 بعيده ولا قريبه؟ 56 الله، ده 10 و56 قصاد بعض. 56 اللي مبنيه دي، 56 اي اللي مبنيه بالطوب الاحمر دي، ماشي؟ 56 اي اللي مبنيه بالطوب الاحمر دي، تاني نمره من الشارع الفاصل. واحنا كده صورنا 10 اي و56 اي. والله برافو عليكم، ما تعبتوناش خالص. طب انا عايز اصور 3 دي، 3 دي مهمه لان هي مطلوبه كذا حاجه بقى. ماشي خلينا نشوف بقى 3 دي ويبقى خلصنا الفيديو ده على كده. يبقى احنا كده صورنا ايه وصورنا دي. هل الطريق ماشي ولا مقفول؟ شكل الطريق مقفول، هنضطر نخرم من حرف الدي نفسه. ماشي خلينا نشوف ونخرم من حرف الدي نفسه، مش مشكله. احنا في وشنا دوت اهوت زي ما قلنا حرف، مشينا ما بين الدي والاي، حرف الاي. بس احنا كده صورنا 10 اي و 56 اي. نخش على الدي. المنطقة دي دلوقتي هندخل في شارع داخلي في الدي، هندخل في شارع داخلي في الدي يا جماعة. ماشي هنخش دلوقتي في حرف الدي. دخلنا قطعة 90 91، عايزين ندخل في داخلها بقى. القطعة دي في الدي قطعة رقم 75 الناصية دي و76. هل لو مشينا من هنا هنقدر نوصل ل3؟ يلا خلينا نخش كده عشان نوصل. مش قافلين بقى والكلام ده، يعني مش حاجة لطيفة انكم تكونوا قافلين كل الشوارع، يعني مش هنفضل ماشيين. هو 3 دي انت طلبتها كتير قوي كده عشان عارف انها تبقى صعبة اللي طلبها. خلينا نشوف. انا هصور 3 دي واقفل الفيديو، بس اجيب 3 دي بس اهم حاجة عندي دلوقتي. هكمل على طول وان شاء الله هوصل ل3 دي. احنا هنا ماشيين بقى في دي بشكل عام، بس انا ايه، دي الحديقة بتاعت حرف الدي، في وشها قطع مثلا زي 96 و97 وهكذا. خلينا نقرب من 3 دي وافتح الفيديو. يلا هلقاكم عند 3 دي ان شاء الله. طب القطعة اللي في وشنا ديت قطعة رقم 70 دي. بقول لكم انا دايخ، يعني قافلين الغفر، قافلين في كل حتة، فمش لاقي بقى اطلع من حتة الاقي مش عارف ايه، والاقي داخلة والاقي كذا. طيب مبدئيا عشان تبقوا عارفين انا فين دلوقتي، في قطعة بتتبني جنب اهيت. القطعة اللي بتتبني جنب ديت قطعة رقم
27 اسف، قطعة رقم 77 بي. 77 بي. طيب القطعة اللي هي 75 بي، شايف في كشك الكهرباء دوت، كشك الكهرباء ده في وشه 75 بي على طول. كشك الكهرباء ده في 3 كشك كهرباء في الحتة دي. 75 بي في وش كشك الكهرباء ده مباشرة، عشان برضو ايه تبقوا عارفين احنا فين. طب انا قدامي كده ايه؟ قدامي 11 سي، القطعة اللي في وش دي على طول كده، قطعة رقم مش 11 بقى اسف، قطعة رقم 12 سي و13 سي. طيب اللي هي دي يعني المبنيه دي قطعه رقم 12 وديت قطعه رقم 13. طيب واللي بتتبني ديت في وشنا دي قطعه رقم 15 سي، قطعه رقم 15 سي. احنا مطلوب مننا دي في الشارع ده بالمناسبه، مش عارف اوصل له ازاي لكن هوصل ليها ان شاء الله. حرف دي في الشارع ده بالمناسبه اللي هي قطعه رقم 3. هي 3 قطع على فكره. شايفين الحته الناصيه دي، الناصيه دي رقم 1 دي، بعدها 2 بعدها 3، بعدها 2 بعدها 3. يعني شايفين القطعه اللي بتتبني ناصيه الممر اللي هناك ديت، شايفين ناصيه الممر اللي هناك دي اللي عندها الكشك دوت وفي وشها قطعه خرسانه دي قطعه رقم 18 سي. قطعه رقم 13 سي 18 سي في وشها 3 دي مباشره. انا بس مفيش منزل ينزلني في شارع، بس مش عارف انزل. يعني تخيلوا بقى 3 دي مش حتى مش محفوره، في قطعه رقم 2 دي محفوره، 2 دي محفوره، 3 دي اللي جنبها مش محفوره. ده الشارع الفاصل. هنشوف كده نعرف نشوف سي ولا لا، بس كده تقريبا خلصنا الفيديو ده.